كنا في تكريم يا أستاذة ليلى لحملة القرآن في مدينة الأقصر في جنوب الصعيد. وصلنا إلى مطار الأقصر فقابلني شاب يعمل في مصر للطيران وقال: يا شيخ، أنا يعني لم أكن مهتدي وكنت عاصي وكان عندي مشاكل، ولكن من الله علي بالهداية. فهذه الهداية لها قصة مرتبطة بما ستذهبون إليه الآن، وهو تكريم حفظة القرآن. قلت: ما هي القصة؟ قال: أنا أجيد اللغة الإنجليزية، فأنا يعني فكرت في فكرة أكتسب بها القوت، فجئت بمسجل كبير سماعتين وبدأت أسهر بالليل أجمع الأغاني الأجنبي، مايكل جاكسون وليدي غاغا وبريتني سبيرس وفايف باك ستريت، وقعدت أجمع هؤلاء الناس المغنين المشاهير في أوروبا وأمريكا، وأضع مجموعة كاسيتات، وإذا جاءني بعض السياح الأجانب أبيع هذه الأغاني عليهم. في يوم من الأيام الساعة 10 صباحا جاءتني إحدى السائحات وقالت: أشعر بألم في صدري، ممكن تعطيني موسيقى هادئة؟ فشغلت الشريط الأول لم يعجبها، الشريط الثاني لم يعجبها، الشريط الثالث لم يعجبها، الشريط الرابع لم يعجبها. يقول: فأنا غضبت، فأنا ضربت المسجل بقوة، بطفي المسجل، بطفيه، وإذا بالزرار يتحرك من التسجيل إلى الراديو، وإذا تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والله العظيم يا شيخ محمد لم تتجاوز 6 أو 7 ثواني فقط. فأغلقت القراءة بسرعة، فقالت المرأة أجنبية: بليز جيف مي ذيس ميوزك، أنا أريد هذه الموسيقى لو سمحت. يقول: فأنا يا شيخ شاب عاصي أصلا، أنا لا أعرف قيمة القرآن ولا قدر القرآن في الواقع، لكن أنا أغضبتني كلمة الموسيقى عندما سمتها هذه المرأة، فبدأت أدافع، فقلت: هذا ليس موسيقى، هذا دستورنا، هذا منهاجنا، هذا الوحي، هذا النور، هذا أعظم كتاب، هذا أفضل كتاب. وبدأت أجمع بعض المترادفات من عقلي باللغة الإنجليزية حتى أستطيع أوصل الصورة للمرأة، والمرأة تظن أنني أقول هذا الكلام حتى أزيد في سعر هذا الشريط. فقالت: إذن أعطيك في الشريط $50. يقول: بدأت عيني تغرق بالدموع وبدأت أبحث عن مخرج. قلت: لا أستطيع أن أعطيك القرآن. قالت: لماذا؟ فبدأت أؤلف. يقول: أنا لا أفهم في الدعوة إلى الله، فقلت: لأنه ممكن تسمعي القرآن وشعرك يكون عريان. يقول: وهي كافرة أصلا وهي غير مسلمة. فسحبت المفرش اللي على الطاولة زي هذا وغطت رأسها هكذا وقالت: إذا سأستمع القرآن وأنا هكذا. يقول: فبدأت أبكي. يقول: أنا بدأت أبكي، لم تتمالك عيني دموعها وانهالت الدموع، والمرأة مستغربة لماذا هذا يبكي. يقول: يا شيخ، أنا أقول في نفسي امرأة أعجمية غير عربية لا تعرف اللغة، لا تعرف القرآن، والقرآن في 6 ثواني يجذب قلبها، وأنا مسلم أصلي وأسمع القرآن وأعرف القرآن وأسمع الأذان وأسمع مكبرات الصوت وهي تجلجل بالتلاوة في رمضان، ومع ذلك قلبي لن ينجذب للقرآن. ما الذي أصاب قلبي يا شيخ؟ ما الذي حل في نفسي؟ يقول: وكانت هذه ليلة الهداية. سهرت تلك الليلة أجمع مقاطع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، ولما كان الغد جاءتني هذه السائحة فأعطيتها هذا الشريط وأخذت منها الإيميل الخاص بها وراسلتها طيلة 3 أشهر ببعض المطويات الدعوية التي تدعو للإسلام، وبعد 3 أشهر أرسلت لي سطرا واحدا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القرآن يا أخواتي يغير نفس الإنسان، يغير قلب الإنسان. والله جل وعلا كما جعل لهذا البدن غذاء ورواء من الطعام والسقاء، جعل لهذا القلب غذاء من هذا القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.